هلا يا حلوين، كلنا اخر رمضان بنبقى مستنيين لحظة العيد علشان ناكل فسيخ ورنجة. وانا من الناس اللي بتموت في الفسيخ والرنجة واي حاجة طالعة من البحر، وعلشان كده جايبالكم النهاردة احسن حد تجيبوا منه فسيخ ورنجة وفواكه البحر الفريش. وبصراحة الموضوع كان تحفة. تعالوا بقى اما اقول لكم دينيسيا بيبقى عندهم ايه، عندهم كل فواكه البحر اللي طالعة فريش، وكمان الفسيخ والرنجة والسردين بأحسن جودة هتتخيلوها. أول حاجة النظافة فوق ما تتخيلوا، الأوردر بيجيلكوا نضيف جدا جدا زي ما انتوا شايفين، ده غير ان الحاجة بتجيلكوا فريش فريش فريش. وكان اول حاجه لازم اجربها معاكم الفسيخ. يا جماعه انا بحب الفسيخ قوي، بس بعد ما جربته من عند دينيسيا الموضوع اختلف. يعني عايزه اقول لكم الفسيخ ده كان زيرو ملح، كان تحفه. انا كنت باكله كده من غير عيش من كتر ما هو فظيع، طعمه كان يجنن. عايزه اقول لكم ريحته حتى ما كانتش وحشه. انتوا متخيلين فسيخ وريحته مش وحشه؟ انا كنت مش قادره يعني اقاوم الفسيخ. تجيبوا بقى كده لقمه مع شويه ليمون، ومش عايزه اقول لكم بقى اللي هيحصل. اللي بيحب الفسيخ بيبقى عارف يعني ايه فسيخ طعمه حلو بيكون عادب بالشكل ده. طبعا يا جماعه كمان الاسعار عندهم حلوه قوي، وباكد كمان على النظافه فوق ما تتخيلوا. الفسيخ كان في حته تانية. انا اعتمدت خلاص الجروب ده مش هجيب منه تاني غير الفسيخ وكل الحاجات دي، يعني مش هجيب من حد تاني من حلاوه الفسيخ والرنجه والحاجات قد ايه عجبتني. وهنا كنت باكل الفسيخ من غير اي عيش لاني مش قادره اقاومه، كان رهيب. وعايزه اقول لكم كده تحسوا ان انتم ممكن تاكلوا فسيختين 3 4 5 من كتر ما هو حلو ونظيف وطعمه فظيع. نيجي بعد كده بقى على الرنجة كانت برضو تجنن. باكد لكم للمره التانية على نظافه الحاجه، حلوه جدا 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 بجد يا جماعه. يعني انا مبسوطه ان انا لقيت حد عنده كل الحاجات اللي انا بحبها وفي نفس الوقت نظيفه واسعار كويسه وحاجه كده تحفه. نيجي بقى على حبيبه قلبي وهي ام الخلول. بصوا بقى ام الخلول الكبيره الحلوه دي، يعني مش زي ام الخلول العاديه، لا الحاجات دي كلها كانت طالعه فريش، جايه لي في نفس اليوم لسه طالعه من البحر. انتوا متخيلين طبعا الحلاوه والطعامه بتاعه فواكه البحر لما تكون لسه طالعه لك من البحر عليكي على طول. كانت تجنن تجنن تجنن. مش عايزه اقول لكم بقى، يعني انا بحب ام الخلول جدا. يعني طعمها كده مع شويه ليمون بتكون في حته تانية، وخصوصا لو كانت كبيره وحلوه كده زي اللي انا جايبها لكم. السردين بقى، وده مش اي سردين، ده سردين يمني عادب. بصوا يا جماعه، عارفين كده لما بتحققوا احلامكم؟ انا بحقق احلامي في الفسيخ والرنجه والسردين وكل الحاجات دي بالنسبه لي الفتره اللي هو يعني ايه لما احب اغير جو اكل فسيخ. تعالوا بقى نشوف الحاجة القمر دي. ده بقى محار الختينيا، وده جواها بيكون جواها لحمة كده بتكون مفيدة جدا. بصوا يا جماعة دي فظيعة، دي فظيعة فظيعة. شوية ليمون، عصرة ليمون، وخدي أحلى فايدة جايالك من البحر فريش. بجد بجد فظيع. أنا كنت أول مرة بصراحة أجربه، يعني عجبني جدا جدا، وكان طعمه فظيع فظيع فظيع، وطبعا فوايده فظيعة. دي بقى حبيبة قلبي الريتسا. طبعا دي يا جماعة عبارة عن فوسفور، يعني انتوا بتاكلوا فوسفور. دي بقى بتجيلك كده فريش زي ما انتوا شايفين بنفس الليمون، وهنعصر عصرة وهتاكلي احلى ريتسا جايالك فريش. فطبعا كان طعمها فظيع. بصوا يا جماعة فواكه البحر كلها عندهم زي ما قلت لكم بتكون فريش، وبتبقي متأكدة ان انتي الحاجة دي جايالك من البحر كده عليكي. فظيعة فظيعة فظيعة. طبعا جروب عليه كل الاسعار وعليه كل الارقام اللي تقدروا تتواصلوا، الواتساب والحاجات دي. نيجي بقى دي بقى الجلاجولا. دي يا جماعه بتبقى للناس اللي مش عارفاها، بتبقى لحمه كده من جوه صدفه اسمها الجلاجولا. دي بتبقى مفيده جدا وبتقوي العظم، وكمان بتدي باور فظيع. دي بتكون مخليه وبتبقى متبله ليمون واديها. مش عايزه اقول لكم بقى كان طعمها عامل ازاي، طعمها حلو جدا جدا. الناس اللي بتحب فواكه البحر يا جماعه الجروب ده كنز بجد، هتلاقوا فيه كل فواكه البحر الطازه اللي جايه لكم تجنن. اتبسطت قوي قوي من تجربتي للجروب، وبجد بجد هتتبسطوا انتوا كمان لما تجربوا كل حاجه من عندهم. حاجتهم حلوه قوي. باي باي.